السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي انا اعرفكم طريقة الفول المدمس بأبسط طريقة يعني. انا طبعا ايه دايما يبقى عندي في التلاجة فول تدميس. يعني بجيب مثلا ايه كل فترة كده كيلو. بس انا المرة دي علشان عندي بواقي فول فانا جبت نص كيلو بس. بجيب الفول وبقوم نقعاه من بالليل للصبح مثلا، او يعني برضو لمدة 8 ساعات. بس قبل ما بنقعه بقوم نقعاه في شوية مية 10 دقايق، واقوم رامية المية بتاعته، واقوم نقعاه بقى النقعة اللي هي من بالليل للصبح في المية بتاعته. لو حبيتي تغيري المية مرة ولا حاجة يبقى افضل كمان يعني. المهم ما يبقاش ايه برضو اقل من 8 ساعات ولا حاجة. لو مستعجلة مثلا شوية خليها 6 ساعات. النقع ده طبعا بيشرب من المية وبيبقى مستوي اكتر، ومدة التسوية بتاعته بتبقى اقل يعني. وانت عارفة بقى الفول ده مفيد جدا، ووجوده في البيت بيوفر عليك كتير، وافضل لك ان انت تاكلي ولادك من اكل البيت، لان الفول برضو بتاع بره بيبقى فيه بعض السموم وكده فما بيبقوش عاملينه بالطريقة الصحية. فدلوقتي انا عامل بالليل للصبح اهوت، والمية بتاعته ايه طبعا هدلق المية واشطفه تاني مرة. وطبعا عشان اعمل الفول فبجيب بقى شوية تحضيرات كده. بحضر مثلا ايه طماطمتين متوسطتين كده او 3 صغيرين، وبصلايه برضو متوسطة بقوم مقطعاها التقطيع اللي هو المربع ده. وبجيب مثلا ليمونتين 3 على حسب حجم الليمون عندك، ولازم عشان استخدم الليمون فبقوم شايله الايه الحته اللي هي اللي بتبقى ورا دي، علشان الليمون ما يبقاش ممرر معايا. وبعصره في قلب الفول، وبرمي القشر بتاعه برضو في قلب الفول، ما برميش القشر وراه. وبجيب مثلا فصين 3 توم. يعني أنا دايما مقادير بتبقى بالبركه، انا ما بحطش مقادير معينه يعني. وطبعا بقى ما ننساش العدس، ده شيء مهم جدا، لانه بيدي لون جميل وبيدي له قيمة غذائية عالية كمان. وفي ناس كمان بتحط مثلا حمص، او بتحط فول مدشوش. انت الاضافات اللي انت بتحطيها دي حاجة راجعه لك انت، بس انا دايما دي ثوابت عندي بحطها في الفول كل مرة. دلوقتي بقى انا هرمي المية بتاعت الفول وهشطفه شطفة كمان، وهحطه في الحلة، وهحط كل الاضافات ما عدا العدس. العدس هحطه بعد ربع ساعة كده من التسوية بتاعة الفول، ياخد ويدي مع نفسه مع الإضافات دي. وإيه، وهحطه بعد ربع ساعة كده بالتقريب برضو يعني. وهوطي بقى خالص. أنا إيه يعني، هتتابعوني دلوقتي على البوتاجاز إن شاء الله أنا هعمل إيه. دلوقتي يا حبايبي أنا شطفت الفول زي ما قلت لكم شطفة كمان، وحطيته في الحلة. ودلوقتي بقى هحط إيه الإضافات اللي أنا قلت لكم عليها. هنبتدي نحط الطماطم، وبعدين هنحط البصل، وبعدين هنحط الثوم، وهنعصر بقى الليمون بالعصارة كده عشان البذر ايه ما ينزلش. دلوقتي يا حبايبي انا حطيت الفول وعليه كل المكونات اللي قلنا عليها، البصل، الثوم، الطماطم، والليمون اهو انا عصرته ورميت قشره. فايدة الليمون كمان بقى ان هو بيخلي لون الفول فاتح جدا يعني، بس بعديها بشوية بيبان اثار يعني. دلوقتي بقى طبعا المية اللي انا حطيتها لازم تكون مية مغلية يا جماعة، ما تحطيش مية باردة، اهم حاجة انك تحطيها مغلية. ودلوقتي في مكون انا هحطه بقى تاني علشان يخلي برضو لون الفول احلى واحلى، معلقه صلصه. الصلصه دي هتديله لون رائع بقى في النهايه كمان. يبقى فاضل دلوقتي العدس، بعد ربع ساعه من غليان الفول هحط العدس وهحطه معاكم برضو ان شاء الله. دلوقتي يا حبايبي لما الفول غلي كده بتاع 10 دقايق او ربع ساعه، انا هضيف العدس بقى اهو عشان ما نسووش كمان. هضيفه كله كده، وبعدين اقلبه تقليبه كده، و10 دقايق بقى، واقوم موطيه النار خالص زي الشعله. دلوقتي بقى بعد ما ضفت العدس والمكونات كلها والفول خد ودة مع بعضه كده، هوطي النار بقى يا جماعه زي الشعله شعله، واسيبه بقى ياخد ويدي. دايما يبقى معايا ميه مغليه على العين التانية،
على اساس كل ما الفول ينقص ميه اقوم ضيفاله شويه ميه بس مش كتير عشان ما يغرقش ميه يعني. فانا دلوقتي هخليه بقى زي الشعله واوطي عليه وهنساه شويه ساعه وابص عليه، بحيث ان لو الميه قلت اقوم ضيفاله شويه ميه. وهوريه لكم بقى في النهايه ان شاء الله. ده شكل الفول يا جماعة بعد ما استوى. شوفوا لونه جميل ازاي، ومستوي جدا وبيتهرس بسهولة قوي. يا ريت تجربوه وتعملوه لولادكم في البيت، وجربوه كده وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ويا رب بقى كده يعجبكم ان شاء الله. وعايزاكم بقى تعملوا لي شير ولايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. ونشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.